السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب دايما تبقوا بخير. حبيت اشارككم الكركبة بتاعتي، وحبيت اشارككم وانا بلم العزال بتاعي عشان نقوله في الشقة الجديدة. بصوا هنا الحاجات دي كلها كانت جوه السراير، لان كان فيه هدوم عيال، يعني في حاجات محتاجينها وفي حاجات لا بتاعت الشتوي. بس طبعا انا لما فكيت السراير انا طلعت كل حاجة. طبعا دي كلها كانت محطوطة في اكياس زي كده سمرة، بس اكياس انا احتجتها حطيت فيها حاجات، فهنجيب اكياس جديده واحطها. بصوا هنا دي المراتب اللي انا مش هاخدها، بس انا حطيتهم كده مبدئيا فوق بعض لغايه اما ايه هحط الحاجات دي طبعا في اكياس منظمه مكان الدولاب هنا، واحط كل مرتبه في مكانها كانها محطوطه فوق سرير يعني. وهنا دي الشيلت بتاعه الانتريه، ما كنتش بحطها فوق الانتريه، انا كنت شايلاها. وهنا في حاجات اهي. وبصوا هنا الدولاب انا فضيت تحت خالص، فاضل دول بس اللي انا هحطهم في شنطه. هي الحاجات دي انا مش هاخدها معايا لان انا خلاص انا خدت كل حاجه انا محتاجاها، تمام. بس هشيلها في شنطه عشان هاخد الدولاب طبعا معايا. بصوا هنا انا فضيت الرفوف، ماشي، خدتها. وهنا بصوا يا جماعه انا طبعا فضيت. بصوا الدنيا مكركبه طبعا ازاي زي ما قلت لكم. وطبعا ده انا هاخده، دي شيفونيره بتاعت اوضه النوم، بس انا هحتاجها هناك، هحط برضو عليها الحاجه. فانا حبيت اشارككم الكركبه اللي انا فيها، تمام، عشان تبقوا معايا خطوه بخطوه، تبقوا شايفيني وانا بلم العفش. ولما هنودي العفش برضو هصور هناك، ولما نشوف ان شاء الله نفرش هناك برضو هنصور، ولما نوضب هنا ونمسح ونظم الشقه برضو. بصوا ده الانتريه، هو الانتريه ده انا لسه ما قلعتش الشيلت بتاعتها لان دي كسوه بتاعت الانتريه يعني. فبصوا الدنيا مكركبه ازاي، الدنيا كركبت مره واحده. طبعا انا هنا مش هاخد التلفزيون. وهنا دي الستاير انا قلعتها غسلتها لان انا هفرشها، لان هحط الانتريه التاني هنا، وهحط السجاد برضو هفرشه. هي المروحه بس اللي ممكن اخدها. وهنا انا هاخد الترابيزه دي يعني هاخدها، وهسيب الكرسيين دول. وطبعا الانتريه ده بصوا مبهدل، ثواني انور لكم النور. طبعا هو مبهدل عشان بعزل، بس انا هنفضه وهمسحه وهلمعه يعني، ماشي، عشان هو ده اللي هحطه هناك تاني. وهاخد الترابيزه دي برضو. وهنا دي الستاير اللي انا قلت لكم ان انا قلعتها وغسلتها عشان لما احط الانتريه ده مكانه فاعلق الستاير تاني اهو. وهنا دي طبعا زي ما انتم شايفين السرير اللي انا فكاها. وهنا دي المكنسه انا هاخدها، وهاخد السجاد ده، وده باقي السراير. فانا حبيت اوريكم الدربكه اللي انا فيها، تمام، عشان تبقوا معايا خطوه بخطوه وتشوفوني وانا بعزل. هو انا مش بعزل قوي يعني طبعا، لان انا دي شقتي مش هسيبها، وفيها عفش كتير برضو يعني، فيها الانتريه، فيها اوضه النوم بتاعتي، فيها المطبخ، وفيها الدير فريزر. انا هاخد بس الغساله الصغننه عشان الغساله الكبيره انتوا عارفين ان هي بايظه. انا هاخد الغساله الصغننه وهاخد التلاجة بس. فانا حبيت اوريكم. فيا رب القناه بتاعتي تعجبكم، ويا رب تساعدوني في ان انتوا تدوسوا لايك، وان انتوا تفعلوا زر الجرس عشان اي جديد تشوفوه انا بنزله في القناه. وتدعوا لي دعوه من قلبكم ان ربنا يسترها معايا انا واولادي. وطبعا انا يا جماعه ان شاء الله ربنا يسهل هنبقى نبيض الاوضه دي، لان بصوا البيض طبعا بتاعها عامل ازاي، متبهدله. فيا رب لو وصلت لغايه هنا تدوسي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس، لان ده دعم ليا وتعليق حلو منكم. تدعوا لي ربنا يوفقني وتكون حياه كويسه وربنا يسترها معايا. وانا كنت قايله لكم ان انا هقول لكم الفيديو اللي جاي انا مشيت ليه. بصوا يا جماعه انا ساكنه في حته اسمها الوراق، ماشي. الوراق هي كويسه وكل حاجه، وانا متجوزه فيها وبقالي سنين فيها، بس ابتدت الناس الكويسه ابتدت تمشي منها. الناس اللي هي الناس الكبيره ابتدت تمشي، يعني ان هي ربنا افتكرها يعني. طبعا ربنا بيفتكرنا كلنا ما بينساناش. فالحمد لله اللي طالعه دلوقتي شباب كتيره قوي، والمنطقه بقت كلها يعني شباب كتيره، وبيبيعوا حاجات وحشه وبيشربوا حاجات وحشه. وانا اولادي طبعا صبيان وبينزلوا وبيطلعوا،
ومش حابه ان انا اولادي يعني يشوفوا حاجات زي كده، او ان هم يبقوا قاعدين في مكان وحش زي كده. لاني انا عارفين يوسف في ثانوي عام، ومعاذ في اعدادي، رايح تالتة اعدادي يعني. وادم رايح رابعه، فاللي هو الاطفال دي بتكبر وبتشوف، فانا مش عايزه يشوفوا الحاجات دي ولا يتعلموا الحاجات دي والله بجد. فالموضوع ده كتير قوي، وبقى فيها مشاكل كتير قوي. هي عامه مش الوراق بس يا جماعه، اي منطقه شعبيه فيها الحاجات دي كتير قوي قوي قوي. فانا حبيت ان انا، هو ده يعني الموضوع اللي خلاني ان انا امشي وازنق نفسي. والله فعلا هي هتزنقني جامد. بس يا جماعة انا ممكن اخسر اولادي في ان هم يطلعوا في مكان مش كويس، ان هم يشوفوا ناس بتشرب حاجات مش كويسة، ان هم بيسمعوا حاجات مش كويسة. فانا خايفة ان اولادي ان هم يقلدوا. هتقولي لي لا انت طالما مربياهم وتربية كويسة عمرهم ما هيعملوا حاجة زي كده. هقول لكم لا والله، الصبيان طبعها بيتغير وهم صغيرين وغير هم كبار. واخاف ان هم، واحنا ما بنبقاش قاعدين مرتاحين والله يا جماعه لما بتحصل مشكله وبنسمع الفاظ وبنسمع حاجات وحشه. لا ببقى مش عارفه ارتاح، مش عارفه انزل. لان مهما كان المناطق الشعبيه، طبعا كل اللي قاعد في مناطق شعبيه اكيد حاسس بيا واكيد عارف بالموضوع اللي انا بقوله. وربنا يكرم الكل وربنا يوسع الكل. فانا خدتها عشان ولادي وانا لوحدي طبعا. فهو جوزي بيشتغل بس بيجي لنا كل فتره. فانتوا عارفين ان تربيه الاولاد صعبه والمدارس هنا صعبه فربنا يعيننا كلنا ويقوينا. فانا مستنيه بس دعمكم ليا ان انتوا تدعموني بدعوه في ظهر الغيب وليكم بالمثل، وان انتوا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتتابعوني اول باول، وهتشوفوا التغيير والله بجد. يعني يا جماعه انا هنا كذا موقف حصل يعني وحش. المطبخ بتاعي اتحرق وانتوا عارفين، وبعدها غسالتي اتحرقت وكان معايا غسالة تاني اللي هي بتتفتح من فوق دي عشان اولادي كتار يعني 4 ومع جوزي وانا. فكانت الغسالة اللي في المطبخ دي اللي هي الفتحة بتاعتها في النص كانت صغيرة ما كانتش كبيرة، دي لقيتها باظت برضو. لقيت لا في طاقة سلبية يعني كتير. انا على طول تعبانة وكده بس. فخدنا المكان الجديد ده وربنا يصلح لي الحال ويصلح حال اولادي يا رب، ويصلح حال اولادنا كلنا وريح بالكم كلكم. فدعمكم ليا بقى ان انتوا تتابعوني وتعرفوا اخبارنا. واحنا ان شاء الله لما نفرش الشقه الجديده فيها شوارع جميله جدا وفيها اماكن جميله، واهم حاجه ان هي ما فيهاش مشاكل وما فيهاش الحاجات الوحشه اللي انا بقول لكم عليها. فهتلاقوني خدتكم معايا في كل مكان انا بروحه، في كل الشوارع اللي انا همشيها هناك هصور، وهتشوفوا المكان كويس وهتشوفوا المكان حلو، وهنديكوا طاقة إيجابية زي ما أنا محتاجة منكم دعوة حلوة وطاقة إيجابية منكم. فده ملك ابني معلش اعذروه عشان هو لسه كلامه مش مفسر قوي يعني. بس أنا هوديه هناك حضانة وفي هناك تخاطب هوديهوله لأن هو عنده 2.5 سنين ولسه كلامه مش مفسر قوي، لأن برضو احنا قافلين على نفسنا فوق مش مختلطين بحد. فإن شاء الله أنا متفائلة خير ودعوات الناس ليا، وربنا ان شاء الله يا رب كريم كده وهيقف معايا وهنعيش عيشه حلوه وربنا هيكرمنا ان شاء الله يا رب. ويا رب ما اكونش صدعتكم. وانا وريتكم شقتي اهي وهي مكركبه، ان شاء الله هصور تاني وشقتي نظيفه ومتنظمه عشان لو حبيت اجي فيها، لان انا فعلا في الاسبوع هاجي يوم ولا يومين لان طبعا مش هسيبها. بس اللي هو ايه انا هاجي كده يعني ايه، ممكن اجي اخر النهار ابيت انا وولادي نمشي الصبح كده بس تمام. وفي وقت لو عندهم بس امتحانات الشهر او حاجه زي كده، لان انا ما نقلتش اولادي، انا نقلت بس ادم اللي هو رايح سنه رابعه بس، التانيين طبعا ما بيروحوش المدرسه مقضيينها دروس بس. فالحمد لله على كل حال. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب تكملوا معايا سلسله الكركبه بتاعت الشقه دي. فان شاء الله خير. وهصور برضو لما نودي العفش هناك، وان شاء الله باذن الله هودي العفش بكره. يعني انا النهارده مكركبه كده عشان بلم الحاجه، بكره هصور لكم ان شاء الله يا رب كده وانا بودي العفش هناك واحنا بنطلع العفش هصور، ولما هفرش هناك هصور، ولما هنظم هنا برضو هصور لكم. بصوا انتوا هتبقوا معايا في كل حاجه، يعني هتعرفوا كل حاجه عني ان شاء الله خير يا رب. ومستنيه دعواكم، مستنيه اللايك الكتير، ويا رب المكان هناك يعجبكم زي ما هو عجبني، وان شاء الله خير يا رب العالمين. وربنا يوفقني ويوفقكم، ويا رب يراضي كل محتاج بالذريه الصالحه، وكل محتاج ان هو قاعد في مكان مش كويس عايز يقعد في مكان كويس، ربنا يوفقه ويديله ويوسع عليه.
ويهدي اولادكم ويهدي اولادي، وان شاء الله تبقى ذريتنا جميعا يا رب كده امة محمد ذريتها تبقى صالحة وفي الجنة ان شاء الله. وهقدر اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.